قعدت تذاكر وفتحت الكتاب وبعد 5 دقايق بس لقيت نفسك ماسك الموبايل وعملت سكرول على التيك توك، عملت تتفرج على فيديوهات القطط والكلاب. طيب خليني اصدمك واقول لك ان اكتر من 80% من الطلاب بيسيبوا المذاكره بسبب الملل، مش الصعوبه بتاعت المذاكره. يعني المشكله مش انك غبي او مشكله ان انت مش عايز تذاكر، هي المشكله ان انت بتذاكر بطريقه تخليك حاسس ان انت زهقان وبتمل بسرعه، فبالتالي ما بتذاكرش خالص. ايه رايكم في النظاره الجديده؟ دلوقتي فاضل حوالي شهر ونبتدي موسم الامتحانات، وانت كل يوم تقعد تقول انا هذاكر من بكره، انا هذاكر من بعده، انا هذاكر بعد العصر، انا هذاكر بعد المغرب. في الحقيقه ان انت بينتهي بيك المطاف وانت مش عامل اي حاجه من الحاجات دي. ولو حتى بعد ما انت عملت الجدول اللي احنا عملناه الفيديو اللي فات، فانت برضه مش هتمشي عليه لان انت برضه بتحس بملل. فلو ما شفتش الفيديو اللي فات شوفوه، هحط لكم هنا او هنا او هنا، بيتكلم عن ازاي تعمل جدول كامل متكامل بنفسك على حسب ظروفك انت كشخص، وازاي تمشي عليه خطوه بخطوه. اتفرجوا على الفيديو هتستفادوا منه كتير ان شاء الله. ممكن تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وتستفادوا اقصى استفاده ممكنه، وتطلعوا الاول على السبع قارات ان شاء الله. فلاش باك سريع بقى ونرجع لمرجوعنا، ان احنا كان عندنا مشكله في حته ان احنا مش عارفين نرتب اولوياتنا صح، او مش عارفين نكتب جدول، او مش عارفين نحدد اليوم هيمشي ازاي اساسا، يعني كله على بعضه من حيث المواد، من حيث عدد ساعات المذاكره، من حيث كل الحاجات دي. فطبعا احنا ما كناش عارفين ازاي نمشي على الحاجات دي. فتمام الحمد لله احنا عرفنا تبارك الله، وظبطنا الدنيا وظبطنا الجدول. بس احنا برضو مش عارفين نمشي على الجدول، احنا برضو مش عارفين نكسر دايره الملل ودايره الزهق من فكره المذاكره. وبيبقى الانيل بقى ان انت ساعات بتبقى قاعد بالساعات وفي الاخر مفيش حاجه بتخش مخك، انت بتقعد ساعات بتذاكر وفجاه تيجي تسال نفسك سؤال تلاقي نفسك مش فاكر اي حاجه، بلح كأن اللي دخل من هنا خرج من الناحيه التانيه، مفيش حاجه حرفيا داخله دماغك. فخلينا نكون عارفين ان انت لو فضلت ماشي على نفس النهج بتاعك ده هتيجي قبل الامتحان مش هيبقى عندك ثقه في نفسك، ولا هتبقى داخل مجهز نفسك للامتحان، ولا هتبقى جاهز ان انت تمتحن اساسا. وفكره ان انت تبقى داخل فتره الامتحانات وانت مرعوب حتى لو انت مذاكر مش هتفتكر. بس في طريقه تخليك تذاكر ساعات طويله جدا من غير ما تحس باي ملل خالص. اسمع مني وركز معايا في الثلاث خطوات دول، لان ده الفرق الجوهري فعلا ما بين الشخص اللي بيذاكر 10 ساعات ويقوم من المذاكره مش فاكر اي حاجه ومش فاهم حاجه، والشخص اللي بيذاكر 3 ساعات بس بمقام 10 واكتر منهم كمان. واوقات كتير تعرف ناس بتذاكر عدد ساعات قليل جدا وبتجيب مجموع كبير، وناس بتذاكر بال 12 ساعه في اليوم وبرضه ما بتعرفش تجيب درجه عاليه. الخطوه الاولانيه وهي اكبر غلطه انت بتعملها، انك بتبدا المذاكره غصب عنك وانت منطفي وانت قرفان وانت طهقان وانت متضايق. فانت طبيعي مفيش حاجه خالص هتخش مخك، انت اصلا حتى لو عايز تستوعب الكلام عشان انت قرفان مش هتستوعب حاجه. طيب انا اعمل ايه عشان اخلي مخي يستوعب المعلومات القادمه دي ويقدر ان هو يكمل معايا ويزق معايا الدنيا؟ الحل ان انت تضحك على عقلك وتقول له قوم احنا هنذاكر نص ساعه بس، نص ساعه بس، وانت من جواك عارف ان انت مش هتذاكر نص ساعه، انت عارف ان انت مش اقل من 5 6 ساعات لازم تدوس فيهم، بس انت هتضحك على عقلك، هتفهم مخك ان احنا هنقوم بس هنذاكر نص ساعه بس. فالمخ بيقتنع ان دي حاجه سهله، يعني نص ساعه يا عم 30 دقيقه هيعدوا هوا، فمخك بيقتنع. فانت طبعا كده بتغفله، وهتبتدي ان انت بعد نص ساعه انت هتكمل، هو اصلا هينسى فكره النص ساعه دي. انت خلاص مجرد ما انت تتسحب في المذاكره ومجرد انت تتسحب في المعلومات مخك خلاص هيتسوح معاك وهتكمل مذاكره عادي. فجاه هتلاقي نفسك كملت ساعه واثنين وثلاثه واربعه وست ساعات كمان ومخك مش هياخد باله. هي الفكره كلها بس في اول خطوه، اضحك على عقلك في اول خطوه بس. انا افتكر حاجه كنت دايما بعملها وانا في ثانوي او وانا في الجامعه، انا كشخص عارفه ان انا هاجي من المدرسه او هاجي من الجامعه مش هعرف انام، لان انا بيبقى ورايا حاجات بعد الجامعه او بعد المدرسه، فانا مستحيل انام. بس كنت بعمل ايه؟ لما بظبط المنبه وبصحى الساعه 6 الصبح او 7 الصبح وانا قايمه من على السرير، بقوم نفسي بان انا بقعد اقول لنفسي لما نيجي هننام، لما نيجي هننام، اول ما نيجي هننام على طول، اول ما نيجي هنيمك، ما تزعلش ما تزعلش، مش عارفه ايه. وكنت بقوم والله وانا عارفه ان انا مش هنام، بس كنت بضحك على عقلي. هي دي الصيغه اللي انا كنت بستخدمها، ما كنتش عارف ان دي حاجه هتجيب، يعني انا كنت بقولها كده وخلاص. بس اكتشفت مع الوقت ان لا، ده الصح. انت لو عملت التكنيك ده صدقني الموضوع هيفرق معاك، ومش في المذاكره بس، ممكن تستخدمه في كذا حاجه، يعني مش في حته المذاكره بس. الخطوه الثانيه ان انت بتعامل المذاكره على انها عقاب، على انها فعل شنيع مريع مش عارفه ايه، أنا مش عايز تعمله. فتجرب ان انت تعمل تحدي مع نفسك، ان انت كل ما تخلص جزئيه تقوم تعمل حاجه انت بتحبها. يعني مثلا هتقول بعد ما اخلص الباب ده او الفصل ده هنقوم نعمل قهوه، هنقوم نعمل شاي، هنقوم نعمل ايس كوفي، هنكلم حد من صحابنا، هنعمل اي حاجه. فانت بالتالي بتشجع عقلك وبتشجع مخك ان انا لما اخلص الجزء ده انا هديك مكافاه. فمخك بيتعود ان هو كل ما يخلص جزء هياخد مكافاه، فبالتالي بيبقى عنده استعداديه وعنده حماس اكبر
ان هو يكمل عشان ياخد المكافأة بتاعته. المخ بيحب الدوبامين، فانت لما تعمل كده مع مخك على طول هو هيدمن المذاكرة بالظبط زي ما بيدمن التليفون، لان التليفون عبارة عن ايه؟ عبارة ان هو بيشبع مخك الدوبامين، فانت بتعمل نفس الفكرة بس في المذاكرة. الجزء الثالث بقى كلنا بنتكلم على حتة التسويف، ونقعد نقول ازاي نتخلص من التسويف، ازاي لما التسويف يجيبنا نعرف نخرج منه، ازاي نكسر دايرة التسويف. ما حد سأل نفسه ازاي امنع التسويف ان هو يجيلي اصلا من الاساس. طب انا ليه استنى لما اكون بشخص بسوف وبعد كده ابتدي ان انا اعالج الموضوع؟ طب ما هو من قبل ما يخش اصلا انا شايفك جاي من بعيد اهو، حاول ان انا اتصرف. فانت مشكلتك مش في ان انت مش عارف تركز فتره اطول، ولا مشكلتك ان انت عندك برين روت، ولا مشكلتك اي حاجه من الحاجات دي. انت مشكلتك ان انت بتسيب الباب مفتوح. فطبيعي بقى اي حرامي هيخش، اي تراب هيخش، اي اشكال ضاله هتخش. الاشكال الضاله دي هي التليفون طبعا. فانت بدل ما تقعد تدخل وبعد كده تبتدي تخرج وتبتدي ان انت تزق الحاجه لبره عشان تخرج، طب ما من الاول ما تدخلهاش. يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي بتشتتك، الحاجه اللي بتخليك تسوف، ما تخليهاش معاك في الاوضه، ما تحطهاش جنبك، ما تخليهاش قصادك. لو انت عندك مشكله ان انت كل شويه تقعد تمسك التليفون، تقعد تدوس على التليفون، تشوف الساعه في التليفون، كل شويه ايدك على طول عايزه تقفشه، ارميه بره بجد والله، ارميه. ما تمسكوش، ما تخلوش معاك في الاوضه اصلا. اي حاجه بتشتتك، اي حاجه بتخليك تخرج من مود المذاكره، طلعها بره الاوضه. لان انت طول ما انت سايب الحاجه دي موجوده عندك في الاوضه، فانت بالتالي كل مره بتمسكها فانت بتعيد نفس الدايره تاني. نقعد نحاول تاني وتضغط على نفسك تاني وتبذل مجهود تاني. طب ايه لازمتها؟ ما من الاول نمنعها. اختصارا للوقت والمجهود. فانت لو عملت الثلاث حاجات دول صدقني بنسبه كبيره، مش هقولك ان الموضوع هيتمنع او ان انت مش هتحس بملل خالص، بس على الاقل هيقل بنسبه كبيره. كمان حاجه رابعه بقى اكسترا من عندي تخليك بجد ان انت تدي نفسك بالجزمه وتذاكر غصب عنك، ان انت بس تتخيل نفسك يوم النتيجه. الفرق انك يا اما تقول انا عملت اللي عليا وانا راضي بكل حاجه ربنا يديها لي وراضي بقضاء ربنا لان انا عملت اللي عليا خلاص، يا اما تقول يا ريتني كنت ذاكرت، يا ريتني كنت بدات، يا ريتني كنت عملت. كلمة يا ريتني دي كلمة وحشة جدا جدا جدا، وكلمة رخمة، وأتمنى إن محدش يقولها في حياته. فعشان ما توصلش لمرحلة إن أنت تقول الكلمة دي، اعمل اللي عليك بكل بساطة، بس اعمل اللي عليك. نور قطع. عامة احنا خلاص في آخر جزء، وأنا كنت بقول ايه؟ المهم يعني ان طول ما انت بتقول انا سايبها على ربنا، انا سايبها على ربنا، وانت ما بتعملش اللي ربنا اصلا قايل لك عليه، فده اسمه تواكل مش توكل، وربنا نهى عن التواكل، فانت اصلا بتعمل حاجه ربنا نهي عنها. المهم ان هو فاضل حوالي شهر ونص، انت ممكن تعمل فرق كبير وفرق حقيقي في الشهرين دول او في الشهر ونص دول، وتلحق. هتلحق. اللي بيسالني انا هلحق ولا لا، هتلحق. انت بس موت نفسك مذاكره عشان قدام تقول الحمد لله يا رب انا عملت اللي عليا وكل اللي تديهولي انا راضي بيه. فانت مش محتاج تكون بدات من اول السنه، ولا محتاج تكون عبقري ولا ذكي، ولا تكون بتذاكر بال 12 وبال 16 ساعه في اليوم. كل اللي انت محتاجه تحط خطه وتبدا صح وتمشي عليها لفتره طويله، للفتره كلها تمشي عليها وما تسقطش خالص في النص، لان مفيش وقت ومفيش مجال للتسقيط، الا انت شخصيا هتسقط. مفيش وقت. حط خطه، حط جدول وامشي عليه، وصدقني والله العظيم ربنا هيكرمك. بس كده. لو الفيديو فرق معاك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس. لو احتجتوا اي حاجه او عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم. الى اللقاء.